كبداية كده المسلسل روعة. الكوميديا اللي فيه كوميديا ومواقف طريفة وبتحصل بطريقة تضحكك لأنك مش متوقعها أصلا. هنتكلم النهاردة عن مسلسل بالطو من بطولة الفنان عمر عصام والفنان القدير محمد محمود، وزمرة من الممثلين الجدد اللي واضح جدا اللي هيكون لهم دور كبير في الفن العربي والفن المصري بالأخص. ومن إخراج عمر المهندس حفيد الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، وسيناريو وحوار أحمد عاطف دوت دكتور ومؤلف نشط على السوشيال ميديا، وعنده رواية باسم بالطو وفانيلا وتاب. ده بيت عاطف كمال محمد. بعد كده بقى هنخش على القصة. بتبدأ قصتنا مع عاطف، طالب حديث التخرج من كلية طب، وبيروح هو واحد صاحبه عشان يستلموا التكليف بتاعهم ويبتدوا يشتغلوا. فبيتفاجأ ان هو مكلف في قرية. حكمت المحكمة حضورية على الطبيب عاطف كمال محمد بحالة أوراق على فضيلة المفتي في كفر الشيخ اسمها ترشوخ الليف. فصاحبه بيواسيه وبيفهمه انه ممكن يعمل تظلم لانه وحيد ابوه وامه، فبيروح فعلا يعمل تظلم وبيلف اللفه الجميله بتاعت كل المصريين اللي بيلفوها في المصالح الحكوميه. بعد ما يوصل لاعلى ليفل هيطلبوا منه امضى من مدير الوحده، فبيروح للوحده في كفر الشيخ. شنو كمان شوي. وهناك في حاجه بتحصل بتخليه هو المدير. دي كده القصه باختصار وبدون حرق. الفيلم كوميدي وساخر وهزلي بطريقه يعني جميله، طريقه فعلا بتخلي المشاهد ال 30 دقيقه بتوع الحلقه بيعدوا هوا حرفيا. نيجي بقى للشخصيات. شخصيه عمر عصام شخصيه واحد ساذج جدا لأبعد الحدود، وردود افعاله هتضحكك 100%، لانها بتمثل كل واحد فينا في فتره من فترات حياته او على الاقل في موقف حصل له قبل كده. وعندنا شخصيه ابوه. الراجل ده شايف ان الطب مهنه ساميه، وشايف ان ابنه لازم يدخل كليه الطب، فكان بيمنعه من الفرق على الكرتون ويمنعه ان هو يفكر في اي حاجه بتاع الاطفال، وكان دايما بيخليه يذاكر. الشخصيه شبيهه جدا بدوره في مسلسل كده عائلي، بس الشخصيه دي ما يزهقش منها لحد دلوقتي. المسلسل اول حلقتين مش تحس بيهم من المتعه والضحك، فانا تقييمي لاول حلقتين 9 من 10.